السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا ام يزيد ودي قناتي. بتمنى تشتركوا معايا في القناة وتشجعوني. النهاردة هنعيش مع بعض يوم حلو جدا كان عند امي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله وندخل على طول في الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقيت امي بتكلمني وبتقولي تعالي النهارده عاملالك اكله حلوه انتي بتحبيها، تعالي افطري معايا. قلت لها بس انا مش جاهزه والبيت عندي لسه مش جاهز. قالت لي لا يلا بينا تعالي بسرعه تفطري معايا النهارده، يعني هتفطري معايا. وطبعا معرفش انزل الا لما لازم الاول اروق البيت كده عشان لما ارجع من بره تبقى البيت رايق ونفسيتي كده تبقى حلوه، مش هبقى قاعده حلوه ومبسوطه وفرحانه واجي الاقي البيت متكركب وافضل بقى اعمل تاني واشتغل تاني. قلت لا، في السريع كده هفرم البيت فرمه سريعه وايه والبس واروح عند امي. كان هنا يعني ايه، كنا هنا كده بعد العصر. طبعا كانت السراير بس هي اللي مبهدله، طبعا كنا لسه صاحيين بقى من النوم مش عارفه ايه وكده، وكنت لسه ما عملتش حاجه. لما بصحى من النوم كده بحب اقعد افوق كده شويه، بما ان احنا صايمين مفيش حاجه تفوقني في الشاي يعني او قهوه او كده. فبقعد كده شويه وبصلي الظهر وبقرا في المصحف على قد ما بقدر كده، لان ده الوقت الوحيد اللي بعرف اخلص فيه جزء كبير من القرآن. فيكون بقى خلاص العصر أذن، أنا ممكن بقى في الوقت ده مثلا عبال ما العصر يأذن لو عندي هدوم مثلا أطلع أنشرها، لو عندي حاجة بعملها. فهو ده الوقت اللي أمي كلمتني فيه. فقلت هقوم بسرعة كده أفرم كده الشقة، هسوي بس السراير مطرح النوم بتاعنا. وهحضر بقى هدوم عيالي وحضرت هنا الهدوم خلاص وايه، ودخلت على المطبخ. كان عندي بقى مواعين السحور، وهنا كانت المواعين دي بتاعة الفطار كنت حطاها كده تتصفى. وبقوم الصبح بغسل بشيل الحاجة دي احطها مكانها وبغسل بقى ايه مواعين السحور. دخلت كده غسلت كده مواعين السحور في السريع. انا لما امي كلمتني وقالت لي قعدت اقول لها اوعي تعملي حاجه انا اللي هاجي اعمل. تقول لي هتتاخري، اقول لها لا ما تقلقيش هاجي على طول. بس بقى حاولت كده ان انا انجز كده الموضوع. احسن حاجه كده ان انتي لو عندك عزومه او نازله يعني من البيت، احسن حاجه تخلي البيت بتاعك زي الفل عشان ترجعي بس تحسي كده ان انتي نفسيتك حلوه وما وراكيش بقى حاجه. قعدتي بقى مع اخواتك، قعدتي مع قرايبك، مع اهل جوزك، هتبقي بقى كده بتبقى القعده حلوه كده وترجعي من البيت تلاقي البيت مكركب. لا، فانتي من البداية كده حضري نفسك ان البيت ايه يبقى حلو ونظيف، وانزلي وهو نظيف مفهوش اي حاجة. انا كنت هنا بصراحة بغسل بسرعة جدا لان كنت خلاص كنا هنا بعد العصر. وانا كنت قلت لامي ما تعمليش حاجة، انا اللي هاجي اعمل كل حاجة. بس حاولت بقى كده ان انا الم الدنيا بسرعة، روقت السراير، حضرت هدوم عيالي، كانت البيت كله الحمد لله كان زي الفل، هو بس كان السراير واللي هي مواعين السحور. خلصتها وقلت بقى لعيالي يلا بينا وطلعنا رحنا مشوار. كنا هنا بقينا الساعة 5 الا ربع كده، فكان طبعا الوقت اتأخر جدا وانا كنت مستعجلة قوي. رحت ركبت توك توك الفسحة الجميلة ومشيت بقى. طبعا الشوارع في الوقت ده اللي هو وقت المغرب قبل المغرب بساعة ده بيبقى حلو قوي. بتلاقي بقى الناس اللي بتبيع عصير والناس اللي يعني بيبقى الجو ده حلو قوي، انا بحب قوي الوقت ده. بس الحمد لله ان احنا لقينا توك توك كده بسهولة. ورحت بقى كده ايه صورت الحتة دي عشان تشوفوا بقى المناظر الجميلة بتاعت رمضان وجو رمضان وكده. رحت طبعا امي استنتني، لا طبعا مش هتستنيني. رحت لقيتها بتعمل في السمك، ولقيتها كمان عملت الرز. هي اللي قالت لي انا سبتها لك، هي صينية السردين. كانت كمان عاملة الكنافة اهي. كانت محضرة بصراحة كل حاجة، حتى خلطة السردين كانت مقطعها لي ومجهزها لي. انا ما عملتش حاجة غير ان انا لخبطتهم على بعض وخلاص. كانت مقطعة، احنا بنحب قوي نحط في صينية السردين تحت السمك بطاطس بتتقطع كده شرايح شيبسي او اتخن من الشيبسي، حاجة بسيطة قوي. وطماطم وفلفل وخضرة، شبت وكزبرة وبقدونس. بس بقى جيت دلقتهم كده في الصينية وحطيت البهارات ملح وكمون، وطبعا السمك يعني ليمون.
وخلطة التوم دي على طول ماما مجهزاها عندها، بتبقى توم وفلفل حراق بقى او بارد على حسب رغبتك انتي، وبتفرميهم طبعا في الكبة، وبتفضل بقى عندك في برطمان حط على وشهم زيت كده علشان ما يبوظوش، وبتفضل بقى في التلاجة، بتفضل فترات طويلة قوي. تعملي بقى بيهم سمك، تعملي بيهم دقة بتنجان، زي ما تحبي، بتبقى حلوة قوي بصراحة. جيت هنا حسيت ان السردين ما شاء الله كان كتير، فهقسمه دلوقتي على صينيتين، وهقسم الخلطة على صينيتين اهو. كان شكله حلو بقى، وعصرت على الوش ليمون، وحطيت كده شوية زيت كده على الوش، وبس بقى. هروح بقى اديه لامي عند الفرن علشان تعملهن في الفرن. بس كده رحت بقى حطيته كده فوق الفرن عبال بقى ما يجي عليه الدور، عشان اول حاجة اتحطت في الفرن كانت الكنافة. بص بقى الفرن ده جميل قوي، شغله حلو قوي قوي بجد، احسن من فرن البوتاجاز بكتير، بيطلع كده حاجة طعم تاني وشكل تاني، جميل بصراحة. كانت هنا بقى خلاص الكنافة اهي اخدت لون، طلعناها بقى ودخلنا مكانها صواني السمك. تمام كده. وكان بقى جنب بقى السردين، احنا عملنا سردين مقلي وسردين صينية. نيجي بقى للبستارية، السمك الجميل بجد، طعمه حلو قوي. انا كده هنا كنت بتبله بليمون وملح وكمون، وطبعا خلطة برضو الثوم اللي احنا قلنا عليها دي. والمفروض بقى ان هو بيتساب شوية وكده، بس عشان كان خلاص وقت المغرب فتشيليه بقى على طول. وكنا بنحطه في دقيق ونشا، النشا كده بيخليه قرمش كده وبيخلي طعمه حلو، وهتتقلى هي كمان في الزيت. كنا خلاص بقى هنا، خلاص المغرب كان ناقص عليه حاجة بسيطة، كنا هنا بقى خلاص هنصب البلح في الكوبايات وهنحط عليه اللبن. الوقت ده بقى بيبقى ضيق كده وبيجري بسرعة، تحسي ان خلاص قبل المغرب بحاجات بسيطة تكوني بقى عايزة تحضري كل حاجة بسرعة عشان اللي هيفطر و... ونلحق نصلي المغرب وصلاة التراويح. فكله كده بيبقى جري في جري، بس اكتر وقت انا بحبه اللي هو قبل المغرب بحاجة بسيطة وبنجري ورا بعض ده. كانت امي بقى عامله لنا هنا سلطه بابا غنوج، وكانت عامله فلفل بالطماطم والحاجات بقى اللي هي جنب السمك دي. وكانت خلاص اهي صينيه السردين طلعت، يا سلام على الريحه، يا سلام على طعمها، انا بحبها جدا. بس هنا بقى كانت كنا حضرنا بقى هنا السفره، وكانت طبعا عاملين عصير كركديه وكان بقى التمر باللبن، وكان كله بقى جاهز هنا. كان هنا السردين مقلي وفي صينيه، والبابا غنوج، وحضرنا بقى كل حاجة والرز وكل حاجة. هي خلاص كان خلاص المغرب هيأذن. احنا هنا يعني الرجالة بيقعدوا مع لوحدهم والسيدات بيقعدوا لوحدهم، فكانت السفرة قعدة الرجالة، وهنا بقى كانت قعدة ايه الستات. بس بقى هنا طبعا خلصنا، وطبعا بقى المواعين ما ينفعش يعني ان انا كده اسيبها واروح واسيب لها المواعين، ما ينفعش يا جماعة، يعني امي برضو. بس هي والله حرام متبقاش عايزانا نعمل اي حاجة، هي بس كان بتحب كده تجمعنا حواليها وتلمنا حواليها. وبيبقى بصراحة من اجمل الايام، مش في رمضان بس، في السنة كلها، اليوم اللي انتي بتروحي تقضيه كده عند مامتك. والله يعني الواحد ما بيعرفش ان هو يريحها، بالعكس والله ده بيبقى يمكن يوم تعب عليها اكتر، عشان هي اللي بتعمل كل حاجة بصراحة. بس غسلت بقى المواعين كده بسرعة اللي كانت موجودة، ورتبت لها كده المطبخ على قد ما قدرت، خلاص. وكان يوم زي العسل، وكان يوم حلو قوي. قوليلي بقى انتي بتروحي لاهلك كام مره؟ انا بصراحه بروح كتير. بحب قوي قوي رمضان اقضيه هناك بصراحه، يعني اكتر الاوقات. بس بقى كان المطبخ خلاص هنا هو خلص الحمد لله، وكان بقى راجع زي الفل. نقعد بقى نحلي وناكل الكنافه اللي عملتها والدتي، ربنا يخليها لي ويخلي لنا امهاتنا جميعا يا رب، ويرحم كل من توفى. ابتدينا بقى هنا ايه نقطع بقى الكنافه، نقعد بقى نحلي مع شويه عصير، نشرب بقى العصير وبس. وده كان يومي النهارده، حبيت اشاركه معاكم عشان برضو تتشجعي لو مش بتروحي لوالدتك او حاجه، لا روحي، بيبقى يوم حلو قوي. وبرضو اسيبه كده للذكرى ليا، ربنا يخلي لنا امهاتنا وابهاتنا يا رب. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، متنسينيش باللايك. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.